فيلر البيكيني. هو ايه فيلر البيكيني ده؟ ومين الستات اللي بيحتاجوا ان هم يعملوه؟ ويا ترى بيتعمل ازاي؟ كل الاسئله دي هنجاوبها في الفيديو. اول سؤال، هو ايه فيلر البيكيني؟ فيلر البيكيني عباره عن اننا بنحقن مواد معينه في الشفرين الغليظين او الخارجيين في المنطقه الحساسه عند المراه. بنحقنهم بايه؟ بنحقنهم يا اما بهيالورونيك اسيد يا اما بدهون، وهنتكلم على التفاصيل دي بعد شويه. بس مين الستات اللي بيحتاجوا ان هم يعملوا فيلر البيكيني؟ الستات اللي هم واحد، فقدوا وزن كبير، ولان المنطقه دي في الاساس بتتكون من عضلات مغطاه بالدهون، فبتفقد هي كمان من الدهون اللي موجوده فيها، فبتخلي شكلها مجعد ورفيعه زياده عن اللزوم لما بتفقد من دهونها. ده كمان بيحصل عند تقدم السن ومع لخبطه الهرمونات اللي بتسبق مرحله انقطاع الطمس وما بعد انقطاع الطمس. وبعض الستات اللي اصلا اوزانهم قليله ونسبه الدهون في جسمهم قليله بيحتاجوا ان احنا نعمل فيلر البيكيني علشان خاطر الشكل الجمالي والامتلاء بتاع الشفرات. طب امتى نستخدم هيالورونيك اسيد وامتى نستخدم دهون؟ ده شيء يرجع لتفضيلك الشخصي. الدهون بكل بساطة ان احنا بندخل غرفة عمليات وبناخد دهون من منطقة الفخذ او من منطقة البطن، ويتعمل لها بروسيسنج بطريقة معينة، ويعاد تاني حقنها بسرنجة صغيرة خالص في الشفرات الخارجية. اما الهيالورونيك اسيد فبتحتاجيش تروحي اوضه عمليات، بيتعمل في العيادات الخارجيه عادي بعد ما بتاخدي بنج موضعي وبيتم التعقيم. بنحقن هيالورونيك اسيد برضو في الشفرات الخارجيه. الدهون لما بنحقنها هي دهون، فبتعيش مع الدهون اللي بتبقى موجودة أصلا في المنطقة دي، ونتيجة ده فاحنا بعد مرور 2 ل3 شهور من العملية تقريبا 50% من الدهون اللي اتحقنت بتفقد. وساعتها لو انت محتاجة تعيدي تجربة الحقن بتعيدي تجربة الحقن. لكن الدهون ميزتها ان هي بتعيش فترة طويلة اكتر، يعني من 3 ل5 سنين على ما تحتاجي تكرريها تاني، على عكس الهيالورونيك اسيد اللي بيمتص مية ويراكم مية حواليه، فيبدأ يبقى عندنا البافنس او الامتلاء بتاع الشفرات في وقت قليل جدا، معتمد على كمية الهيالورونيك اسيد اللي احنا حقناها في المكان ده. لكن بتعيش فترة اقل، فبنحتاج اننا نكرر تاني الحقن خلال 12 شهر من الحقن الاولاني. مشكلة الدهون بس انه لو انت اتعرضتي لخسارة وزن تانية وانت حقناها هتفقدي الدهون اللي موجودة دي، على عكس الهيالورونيك اسيد اللي مش هيتأثر بفقدانك للوزن. طب ايه المحاذير اللي محتاجين ناخد بالنا منها؟ ان في الحالتين بنأجل العلاقة الجنسية لمدة 4 أسابيع بعد العملية بتاعة فيلر البيكيني، وبنقول ان نتجنب لبس الهدوم الضيقة على الأقل لمدة أسبوع لأسبوعين من الحقن. الهيالورونيك اسيد تأثيره بيبان خلال 2 تقريبا من الحقن، لكن الدهون بتحتاج تقريبا أسبوع علشان نشوف النتيجة بتاعتها. لو لسه عندكم سؤال بخصوص فيلر البيكيني ما تنسوش تسيبوه في الكومنتات.